السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم تحلية باردة ترطب على القلب في الجو الحر ده. سهلة وسريعة، وأهم حاجة إنها مش محتاجة فرن. مكوناتها بسيطة وعلى قد الإيد. الصينية اللي هتعمليها في البيت بتمن قطعة واحدة من اللي بتشتريها من بره. يلا بينا نسمي الله ونشوف المكونات وطريقة التحضير. بسم الله. اول حاجه معايا باكو جيلي بطعم المانجا، هدوبه في كوبايه ميه سخنه جدا لسه منزلاها حالا من على النار، وبقلب لغايه حبيبات الجيلي ما تدوب تماما وما يكونش ليها اثر. وهركن دلوقتي الجيلي على جنب لغايه ما يبرد. دلوقتي معايا منجايه واحده حجمها كبير، تقدري تستخدمي اي نوع مانجا، ولو المانجا اللي عندك صغيرة ممكن تستخدمي 2 حجمهم وسط. اهم حاجة تستخدمي مانجا تكون متماسكة، ما تكونش طرية عشان تقدري تقطعيها من غير ما تتعصر في ايدك. طبعا غسلت المانجا كويس قوي وببدأ بقشرها. قشريها بالسكينة او بقشرة البطاطس، هتتقشر معاكي بكل سهولة طالما المانجا جامدة مش طرية. نيجي بقى لتقطيع المانجا لمكعبات، هقولك على طريقتين اسهل من بعض، اختاري الطريقة اللي تعجبك. اول حاجة بتقطعي المانجا لحلقات او شرايح كأنك بتقطعي بطاطس تمام. وبعد كده الشرايح دي هتقطعيها لصوابع، والصوابع هتقطعيها لمكعبات، مفيش اسهل من كده. والطريقة التانية هتاخدي المانجا زي ما هي كده، هتبتدي تعملي فيها فتحات بالسكينة او تشرحيها بالطول وبعد كده بالعرض زي ما انتوا شايفين كده، وتبتدي تقطعي هتطلع معاكي المانجا مكعبات، مفيش اسهل من كده. وعلى فكرة دي طريقة من طرق تخزين وحفظ المانجا، بتتقطع مكعبات بالشكل ده وتحطيها في علب محكمة الغلق في الفريزر، بتقعد معاكي من السنة للسنة. تعملي بيها بقى عصير في رمضان، تعملي تشيز كيك، تورتة مانجا، اي تحلية تستخدمي فيها المانجا بتكون موجودة عندك، بتوفر الوقت والمجهود وبتنفع في وقت الحاجة. وده شكل مكعبات المانجا متوسطة الحجم بالشكل ده، لا كبيرة ولا صغيرة. هاخد دلوقتي ربع كمية المكعبات اللي طلعت معايا والتلات ارباع هركنهم على جنب، هنشوف هنعمل بيهم ايه كمان شوية. ربع كمية المكعبات هضربها وانعمها في الخلاط من غير ما اضيف سكر او مية. ولو كانت عندك المانجا مش مسكرة ممكن تضيفي لها معلقة او 2 من السكر. وبعد ما ضربت المانجا كويس قوي بصفيها بمصفى ناعمة علشان اتخلص من الخيوط او الالياف اللي ممكن تكون في عصير المانجا. ودي كمية العصير او المانجا البيوريه اللي طلعت معايا، هركنها في التلاجة وتعالوا نشوف الخطوة الجاية. وهنا معايا بايركس مربع حجم وسط، ممكن تستخدمي اي صينية موجودة عندك تكون مستطيلة او مربعة، وبحط فيه كيس من اكياس التلاجة او ممكن تستخدمي ورق زبدة. ومعايا دلوقتي باكت من بسكوت الشاي السادة، استخدمي اي نوع اهم حاجة يكون سادة. وبكسر البسكوت لقطعتين او 3 تكسير عشوائي كده، اهم حاجة ما تخليش القطع صغيرة قوي. انا هنا مستخدمة باكو من البسكوت حجم كبير، لو انتي حابة تستخدمي باكو من الكبير اللي بيتباع ب10 جنيه او استخدمي 2 حسب حجم الصينية اللي انتي هتستخدميها. بعد ما كسرت البسكوت بطريقة عشوائية ورصيته ووزعته كويس في أرضية القالب، هنزل عليه دلوقتي بمكعبات المانجا اللي كنت ركناها على جنب، بوزعها عليه بالتساوي. اخلي كل البسكوت متغطي بقطع المانجا. قطع المانجا لما تتحط على البسكوت فهتنزل عصارتها عليه وتطريه وتخلي طعمه في منتهى الجمال. وطبعا لو انتي عايزة المانجا تكون اكتر من كده ممكن تزودي براحتك. ودلوقتي هعمل اهم خطوة في التحلية. معايا كوباية من بودرة الكريم شانتيه الخام معلقة السكر، فهضيف معلقتين من السكر البودرة او سكر حبيبات مفيش مشكلة. بقلبهم كويس مع بعض وهضيف عليهم كوباية من المية الساقعة المتلجة، يفضل يكون فيها قطع من التلج عشان الكريمة تظبط معاكي.
بقلب الأول قبل ما أشغل المضرب، وبعد كده بشغل المضرب على أعلى سرعة لمدة 5 أو 7 دقايق لغاية ما الكريمة تتماسك. وهنا الكريمة تماسكت، ده القوام المظبوط. هضيف عليها دلوقتي الجيلي اللي حضرته في الأول، بارد تماما، ما ينفعش نضيفه وهو سخن أو حتى دافي عشان الكريمة ما ترجعش تفك وتسيح منك. وبرجع أشغل المضرب دقيقة كده لغاية ما الجيلي يمتزج مع الكريمة. وما تقلقيش لو لقيتي قوام الكريمة خف شوية، هي هترجع تتماسك وتظبط تاني لما ندخلها التلاجة. ودلوقتي هنزل بالكريمة فوق المانجا والبسكوت اللي كنت محضراهم من شوية، ووزع الكريمة بالتساوي فوقهم. وبالمعلقة ببدأ أعمل الحركة اللي انتوا شايفينها دي، كأني بعمل فتحات في الكريمة عشان الكريمة توصل لطبقة المانجا والبسكوت اللي تحت ويتغلفوا بيها كويس. وبعد كده برجع أساوي طبقة الكريمة واظبطها كويس، وبالراحة كده بهز الصينية وبخبطها خبطتين عشان أخرج الهواء الزايد اللي فيها. ودلوقتي جبت المانجا البيوريه اللي كنت عملتها في الأول، وهبدأ أوزعها على سطح الكريمة بالمعلقة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبطرف السكينة أو بخلة أو بعود خشب ببدأ أوصل الدوائر اللي عملتها بالمانجا دي ببعض رايح جاي كده بشكل عشوائي عشان تعمل شكل التجزيعة الجميل اللي انتوا شفتوه في أول الفيديو ده. شكلها حلو جدا. وكده بتكون التحلية بقت جاهزة. هدخلها دلوقتي الفريزر تتماسك مدة 3 أو 4 ساعات. وده شكلها بعد ما خرجتها من الفريزر وتماسكت. هخرجها دلوقتي من القالب. الكيس البلاستيك بيساعد على انها تخرج بكل سهولة. ما ينفعش نعمل التحلية ديت من غير ما تحطي الكيس البلاستيك او ورق الزبدة. خرجتها من القالب وبشيل من تحتها الكيس البلاستيك، بيتشال بكل سهولة. وهبدأ اقطعها. التقطيع ده يرجع لك، قطعيها بالحجم اللي تحبيه، قطعيها على شكل مستطيلات زي قطع الجاتو او على شكل مربعات زي ما تحبي، ده يرجع لك. وهتبتدي تقدميها. يفضل طبعا انك تسيبيها تهدى بعد ما تخرجيها من الفريزر 10 دقايق عشان يعني تطرى شوية ويقدروا انهم ياكلوها. بيكون طعمها زي الايس كريم، خفيفة ولذيذة جدا، تطري على القلب وتنعش كده في الحر ده. طريقتها سهلة وسريعة والمكونات بسيطة وعلى قد الايد. منجاية واحدة هتعمل الجمال ده كله. التحلية دي ترند طالع جديد، الكل دلوقتي بيعمله. ممكن تعملي كل الكمية ديت بسعر قطعة واحدة من اللي بيتباع بره. يعني الأسعار دلوقتي مبالغ فيها، فاعمليها في البيت. هي بسيطة جدا وسهلة وهتنجح معاكي من أول مرة. والطعم قد ايه لذيذ ومنعش. أنا متأكدة انها تعجبكم، لازم تجربوها. وبكده أكون وصلت نهاية الفيديو. أتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.